ازاي مو صلاح خد 10,000 دولار من شركة أطلسيان؟ السلام عليكم ورحمة الله. معانا النهاردة ضيف مميز جدا، الباشمهندس محمد صلاح الشهير بمو صلاح، من أشطر الناس في السايبر سيكيورتي والبين تيست والباك باونتي. ازيك باشمهندس محمد، عامل ايه؟ الحمد لله بخير. ازيك انت يا باشمهندس محمد؟ انت ايه الاخبار؟ الحمد لله كله تمام. في البداية ممكن تعرفنا بنفسك؟ انا محمد صلاح، طبعا زي ما قلت، الشهير بوم صلاح. 22 سنه، متخرج السنه دي من كليه علوم، قسم حاسب. بس ده كل حاجه عني. تمام. ازاي بدأت في المجال وامتى؟ بدات في المجال ده الصراحه، وانا سمعت عنه عن طريق الباشمهندس اشرف. هو اللي كلمنا عنه وعرفني الطريق ازاي وابدا فيه ازاي. ومن ساعتها بقى انا بدات ابحث برضو انا ومعاه، وهو كان معايا برضو يعرفني على رود ماب كويسه. وعن طريق الباشمهندس اشرف يعني بدات في المجال، والحمد لله يعني الدنيا مشيت معايا فيه. طب ماشي، بدأت امتى؟ بدأت إمتى؟ بُص، هو كان في 2023، شهر 6 دي كنت أنا بدأت هنا في الوقت ده إن أنا أذاكر مثلًا HTML وJavaScript وPHP، إن أنا أبني موقع وكده. بدأت فعليًا في المجال كأول bug وكده، لأ مش أول bug، اللي هو إن أنا أعمل account على HackerOne وأذاكر ثغرات وكده، كان في شهر 8 2023. تمام، يعني أنت أصلًا تعرف أشرف بسيوني من على السوشيال ميديا والّا عرفته إزاي؟ على فكرة أنا لاحظت لمّا أنت كنت بتنزّل على X وكده، كان هو بيعمل لك لايكات وكده، أنا استغربت قُلت أكيد أشرف عارفه. قريبين أوي يعني من بعض. عاوز أقول لك أصلًا أشرف برضه أنا في بدايتي خالص، هو كان بادئ أعتقد 2020 أو 19 حاجة زي كده. أنا أيوه، في الحدود. صح؟ إمم، إمم. أنا لمّا بدأت برضه اتعرّفت عليه ودخلت كلّمته ما شاء الله عليه، يعني كان ساعدني برضك وكان بيرُد عليّا عادي جدًا، مع إنه ما شاء الله كان ساعتها بيجيب ثغرات في شركات international وثغرات جامدة يعني، بس هو يعني من الشخصيات المحترمة جدًا الصراحة. لأ، هو فعلًا الباشمهندس أشرف محترم جدًا يعني الصراحة كذا حد غيري يعني كان بيساعده، بيعرّفه إيه الطريق الصح، بيختصر عليه الطريق، ما يخلّيش إن في كورسات كتير أوي لازم يروح يذاكرها عشان يبدأ، لأ بيختصر عليك الطريق خالص، ويقول لك إيه السهل تذاكره وإيه اللي ما تذاكرهوش. ربنا يبارك في علمه يعني إن يا رب، شاء الله. يا رب. إن شاء الله. لمّا بدأت تتعلّم، بدأت تدوّر إزاي واتعلّمت منين؟ هو أنا كان كده أصلًا كان معايا كورسات، فكان مثلًا عايز أذاكر ذاكرة أو عايز مثلًا أذاكر حاجة جديدة في المجال، فكان أمّا آجي أبدأ مثلًا باذاكر معايا 3 كورسات مثلًا زي AWPT، يعني كان معاه برضه كورس باشمهندس إبراهيم حجازي، كان معاه كورس رنا خليل، باشمهندسة رنا خليل، وكان معاه كورس لو تعرف مؤمن اللي هو cyber guy. كان مشهور ده ساعتها. ده حرفيًا ده أنا أصلًا كنت باشوف فيديو بتاع أول واحد، اللي هو كان شارح مبسّط جدًا كده، إمم. وكان كويس يعني. آآ ده بدأت في المجال عن طريق إن أنا أتعلّم من أول حاجة من الفيديوهات، إذ إن أنا أسمع أول حاجة عن الثغرة، باسمع الثغرة لازم أسمع من الكورسات كلّها اللي معايا، مثلًا أنا معايا cyber guy وباشمهندسة رنا خليل والباشمهندس إبراهيم حجازي، كان لازم أشوف مثلًا ثغرة XSS عند ال3، ما أشوفش عند واحد بس. وبعد كده الخطوة اللي بعد كده أقوم رايح مثلًا أشوف بورتسوجر وكده يعني حل اللابات، بعد كده أقرا write up وحاجات من ديّة. بس يعني كان كل حاجاتي من كورسات ولابات، مش أكتر من كده، ما عمري ما دفعت جنيه في أي كورس خارجي ولا أي حاجة من دي. تمام. طريقتك إزاي في مذاكرة الثغرات؟ يعني أنت دلوقتي خلاص عاوز تذاكر ثغرة XS، هتذاكرها إزاي؟ اشرح لي كده بقى بالتفاصيل. بُص، أنا برضه زي ما قُلت إن هو إيه، معايا كذا كورس، يعني أي ثغرة آجي أذاكرها، مش هاذاكرها من عن طريق حد واحد بس، عشان الواحد ده مش هيقول كل المعلومات اللي عنده، وده الطبيعي يعني، ما فيش واحد أو كورس كامل أو حاجة هتقول لك المعلومة كاملة، فعشان أنت تحاول تجمّع معظم الحاجات ديّة، فأنت بتشوف كذا حاجة. فأنا كنت باشوف مثلًا باشمهندس مؤمن اللي هو cyber guy، مع باشمهندسة رنا خليل، مع باشمهندس إبراهيم حجازي. وكان معايا برضه كورس AWT ده كان إنجليزي، بس برضه كنت باخلّيه آخر حاجة بحيث إن أنا خلاص أنا بقى عندي معلومات، فباقدر أفهم الكورس من هنا. بعد كده أول ما أشوف فيديوهات وآخد فكرة عامة عن الثغرة، باشوف اللابات بتاع بورسوجر، وكان معايا برضه ساعتها account premium لBentester Lab. آآ تحليل اللابات عنده مثلًا الXSS، أول حاجة أبدأ بورسوجر عشان لاباته سهلة شوية، بعد كده أدخل على Bentester Lab. كان لاباته كويسة جدًا. بعد كده
أمّا أخلّص مثلًا شوية ثغرات كانت مثلًا بتقعد معايا أسبوع الside access مثلًا بالwrite up باللابات بتاعتها، بحيث إن أنا أحل أكتر لابات. كانت بعد كده بقى بادخل على write up، ودي كان أكتر حتّة مفيدة. يعني الwrite up ده بتورّيك إزاي الناس بيتعاملوا إزاي في المواقع الحقيقية. بس. طب تمام، أنت لمّا كنت بتيجي تسيرش على الwrite ups كنت بتدوّر بتكتب إيه مثلًا في جوجل مثلًا أو يوتيوب آآ مثلًا؟ هو أنا بُص أنا كنت بابدأ بيوتيوب الصراحة، يعني medium ده ما كنتش مرتاح له في الأول، فكنت أي حد مبتدئ اللي هو يعني ما بيحبش يقرأ كتير برضه، عاوز يشوف فيديوهات، عاوز يشوف حاجات واقعية. فأنا كنت دايمًا بادخل على اليوتيوب مثلًا عايز أشوف site XSS أكتب XSS book. أشوف XSS book ييجي لي بقى مثلًا فيديوهات كتيرة جدًا، أشوف واحد مثلًا واحد فيهم لحد ما حاجة أفهم الثغرة أكتر منهم، وأعرف إزاي الدنيا تمشي على الواقع. يعني بتكون مختلفة جدًا أصلًا عن اللابات وكده. يعني في ناس يطلع لك بيانات جديدة في الXSS، حاجات فكرة جديدة في الIDOR، فكرة جديدة في الSysRF. آآ لأ الفيديوهات دي برضه بتفرق جامد مع أي حد مبتدئ. أنت قصدك الPOC أو الPOC والّا قصدك أيوه. الفيديوهات العادية؟ لأ أيوه الBook اللي هو الناس مثلًا لو كتبت على اليوتيوب XS Book هتلاقي ناس منزّلين لك الBook اللي هم مثلًا نشروه أو كانوا عاملينه مثلًا هم بيقدموا report، فنشروه على أو عملوا له disclose على يوتيوب، فاهمني؟ كده. أنا عاوز أقول لك أنا برضه كنت باعمل الحركة دي، لإن أنت بعد ما تحل اللابات أنت محتاج تشوف الثغرة شكلها إزاي، أنت دلوقتي محتاج تشوف الثغرة شكلها إزاي، يعني أنت محتاج تدوّر على اليوتيوب وتشوف بالضبط. الناس بتعمل exploit إزاي، فدي أحسن حاجة الPOC أو الPOC إن أنت تشوف الناس بتقدّم فيديوهات شكلها إزاي لHacker1 في الreport، ده هيعلّمك أكتر وهيخلّيك يعني تعرف شكل الثغرة بيحصل لها بالضبط. exploit إزاي. معظم الناس أصلًا برضه بيقول لك أنا باحس إن اللابات مش واقعية، مش بالاقي الأفكار بتاعتها في الحقيقة. هو ده طبيعي إن أنت مش هتلاقي اللابات بتكون سهلة أو بتكون معرّفاك أصلًا إن في هنا ثغرة كذا، فأنت تروح تدوّر على ثغرة كذا، إنما أنت في المواقع بتروح تدخل تدوّر على الدنيا بقى أنت بتدوّر على أي ثغرة، أنت مش في ثغرة محددة أنت رايح تدوّر عليها. فهنا بقى الBook أو الحاجات اللي على اليوتيوب بيورّيك مثلًا إيه الحاجات اللي ممكن تدوّر فيها، بيورّيك حاجات زيادة. مثلًا حاجات أنت اللابات ما عرّفتكش إن في أماكن مش كل الأماكن برضه اللابات اللي هي هتكون عاملة لها سيناريوهات يعني، إنما على اليوتيوب كده هتلاقي في سيناريوهات كتيرة موجودة يعني والناس شارحينها. تمام. تمام، طب دلوقتي فقرة السيناريوهات الثغرات، احكِ لنا عن 3 ثغرات وقُل لنا لقيتهم إزاي وفكّرت فيهم إزاي؟ عن 3 ثغرات. تمام. في ثغرة اللي هي كانت الreset password اللي أنا كتبت عليها write up، كانت موجودة برضه في external program. دي كانت هي طبيعي إن كان في get parameter اسمه email عادي، لمّا آجي مثلًا أطلب reset password ليّا وبعد ما أضغط لمّا ييجي لي الlink وأضغط عليه وييجي لي بقى إن أنا خلاص هاغيّر الpassword، فكان جاي لي مثلًا في parameter فوق في الURL إن email كده parameter اسمه email. فلو أنت غيّرته أو أنا غيّرته والّا حاجة، طبيعي إن هو ما يتغيّرش، أكيد يعني عاملين validation عليه، وفعلًا ما يتغيّرش. يعني لمّا جيت غيّرته وعملت مثلًا كان attacker.com عملته لvictim.com قال لي إن الtoken ديّة مش مرتبطة بالإيميل ده. الفكرة هنا بقى فين؟ الفكرة هنا إن أنا لازم في الثغرة ديّة إن أنت لازم تكون طلبت reset password للvictim قبل ما تطلب reset password ليك، أو يعني إن الvictim يكون طلب reset password. فقبل ما قبل ما مثلًا أطلب الreset password بتاعتي، باقوم طالب reset password للvictim، فخلاص السيرفر بقى أو مش عارف الموقع كان بيمشّيها إزاي، إن هو بيكون خلاص إن بيحط باين status للإيميل بتاع الvictim ده، إنه خلاص ده هو طلب reset password، فخلاص بيخلّي الstatus بتاعه مثلًا بتاعته ب1 بس بيتشيكش على الtoken. بس أهم حاجة يكون طلب reset password ليه. لو ما طلبش reset password ليه ولا مش لو مهما اتغيّر الإيميل مش هيتغيّر له إيميل. فمن هنا بقى قُمت مثلًا بدأت إن أنا أغيّر إن أنا أطلب للvictim password، بعد كده أطلب reset password يعني، وبعد كده أطلب ليّا بالإيميل بتاعي reset password، وأضغط على الlink اللي جاي لي أنا على الإيميل بتاع الattacker، أضغط على الlink بتاعه، وبييجي لي بقى parameter فوق الإيميل، باقوم مغيّر الإيميل ده لvictim email، وبتتغيّر عادي. يقول لي ما بتشيكش على الtoken بقى. هنا بس بيشوف هل ده طلب أصلًا reset password والّا لأ، لو طلب خلاص غيّر له، ما بيبصش على الtoken. دي أول ثغرة كان فيها فكرة كويسة. دي آآ فكرة جميلة. أيوه، أنا أصلًا قعدت فيها ييجي يومين عشان صدفت معايا في مرّة إن هي طلعت إن هو اتغيّر معايا الpassword وآجي أجرّبها تاني مش راضية.
فأنا مش طب ليه اتغيّرت أول مرّة، ليه ما اتغيّرش دلوقتي؟ لحد ما فهمت بقى إن هو لازم يكون طالب reset password قبلها، يكون الvictim أو الإيميل اللي أنت عايز تغيّر له الpassword إن هو يكون طلب أو معمول له إن هو يطلب reset password ليه. والحمد لله يعني اتقبلت في كexternal program يعني وخدت عليها مادة كويسة. في برضه والله الثغرة التانية أو السيناريو التاني كان مثلًا كان في CSRF يعني كان موقع بيخلّيك تقدر تكريت سؤال أو تعمل comment وكده يعني. فكان الموقع ده كان باجي أنشئ سؤال، فكان كان الrequest بتاعه كان post request عادي جدًا. فلمّا جيت أستغل الCSRF فيه، فجيت عملت البلوك وجيت أبعته مثلًا، فما نفعش ليه؟ عشان كان في attribute some site lax أو strict يعني، مش فاكر يعني على ما أتذكر. فهو لمّا جيت بعتّ ما ينفعش، قال لي الcookie ما اتبعتتش مع الrequest وساب الorigin برضه اللي هو أو ساب الCRS ما ينفعش تبعت الcookie معاه. المهم عملت إيه، حوّلت الpost request ده لget request بقى الparameter الموجودة في الpost request عملتها كget request عادي جدًا، وبعتّ الbook كCSRF واشتغلت عادي جدًا السؤال اتكريت. كانت نفس المشكلة برضه في الcomment في اللي أنت تعمل comment request برضه كان نفس المشكلة فيه، تقدر تخلّي الvictim إن هو يعمل comment بس ده سيناريو CSRF. إيه تاني؟ كان ثغرة برضه كان في ثغرة كان في ثغرة برضه على HackerOne في program على HackerOne كان في function كان مثلًا أنت عندك الموقع ده بيدّيك مثلًا 7 أيام free trial بعد ما تخلص كان premium بيدّيك الpremium ده 7 أيام، فبعد ما تخلّص ما كانش بيسمح لك إنك تضيف أي user تاني تمام. فإزاي أقدر أعدّي ديّة؟ فكان في function اسمها user remove and replace يعني أنت هتغيّر user بuser تمام. آمم فجيت هنا خلّيت مثلًا كان عندي 3 users في الorg بتاعتي، فغيّرت user تمام. أنا طبعًا فاتح الباب ومعايا الrequest، فجيت مسكت الrequest ده بعته تاني بس بuser تاني مختلف اللي هو هنا غيّرت الuser الإيميل اللي هو أنا أضيفه، بس الإيميل اللي كان محطوط وأنا شِلته اللي هو عملت له remove سِبته زي ما هو، يعني ما غيّرتوش، سِبته زي ما هو أو ممكن تسيبه فاضي عادي، بس أهم حاجة الrequest اتبعت تاني بإيميل جديد، فهيضيفه عادي. يعني هنا بيتشيكش بقى أصلًا هو أصلًا الإيميل ده موجود والّا لأ والّا اتشال أو الrequest ده أصلًا استخدم قبل كده، لأ هو الrequest ده replace and remove and replace اتبعت خلاص أنت ضيف الuser بس اللي هو اللي هو حاطّه يضيفه جديد ده، حتى لو بنفس الuser القديم اللي اتحط هي ولا كأنه شايفه ولا كأنه أصلًا حتى هيبعت لك إن هو تم الremove وهيضيف لك الجديد. فأنا بدأت بالfunction ديّة إن أنا أضيف user ما لا نهاية حرفيًا في الorg بتاعتي وbypass بعد ما الlimit اتحطت لي بعد ما خلص الpro أو الpremium trial يعني عندي. دي 3 ثغرات يعني كانوا كويسين طب أنا عندي سؤال وبس. في الثغرة الأخيرة، أنت دلوقتي لو أنت في الpremium أنت بتستنى لمّا بيخلص الfree trial والّا بتعمل إيه صح؟ أيوه هم كانوا 7 أيام وخلصوا، وأول ما خلصوا جيت أصلًا أشوف الموقع تاني كده لقيت اللي هو حاطط لي بيقول لي أنت ما يعني رسالة كبيرة بالعرض كده يقول لي أنت لازم تشحن أو تعلّي الlevel بتاعك لpremium أو pro بحيث تقدر تدعي أصدقاء تانيين. فبالfunction ديّة قدرت أستدعي ناس زيادة يعني وأعدّي الlimit اللي هو أو الrestriction المحطوط وبس. طب أنا عاوز أقول لك إن في ناس بتقول إن في ثغرات زي كده مش بتتقبل، هل حصل والله شُفتها قدّامك؟ فعلًا على حسب الشركة، على حسب الشركة اللي ممكن بتقول لك في شركات كتير جدًا بتقول لك مش أنا عايز بس باقبل الsecurity risk بس، إنما اللي هو bypass limit اللي هو دفع خسائر فلوس وكده اللي هو بسيطة كده لأ، ما باقبلهاش. هو في ناس شركات تقول لك أهم حاجة عندي لو لها security risk خلاص تمام أقبلها، مع إن فاهمني؟ الfinancial risk يعني هيخسّروا أكتر. هو فعلًا بس إيه، يعني ممكن ما يكونوش مهتمين بحاجة زي كده أكتر، بيقول لك مأثّرة على جزء معيّن بس، يعني مش مأثّرة على البرو كلّها، يعني ما تقدرش تستخدم الميزات كلّها، تقدر تستخدم ميزة واحدة بس، فهُم بيبصّوا لها من الحتّة ديّة. ممكن عشان صعوبة مثلًا إن هُم هياخد وقت إن هُم يصلّحوا حاجة زي كده، فبيقول لك لأ إحنا مش مهتمين مثلًا؟ هو في ناس هو فعلًا في program بعدها ما بيقبلوهاش وتلاقيهم صلّحوها بعدها،
هم برضه في ناس في program هو الpolicy بتاعتهم كده، بتلاقي كاتب برضه في الpolicy بتاعتهم إن هم ما بيقبلوش الحاجة زي كده. كان في program قدّمت لهم حاجة زي كده، وبعد ما قدّمتها لقيت نفسي خدت NA، فابُص ليه لقيت كاتب لي السبب، فلقيته إن هو كاتبها أصلًا out of scope. تمام. فهو على حسب الprogram اللي أنت بتقدّم له يعني. هم برضه بيحطّوا القواعد بتاعتهم براحتهم يعني، ما تقدرش تقول لهم تغيّروا حاجة أو ما يغيّروش حاجة يعني. ودي نقطة مهمة الناس برضه بتسمعنا لازم تقرا الpolicy اللي موجودة على الHackerOne بتاعة الprogram نفسه، عشان هو ساعات بيبقى كاتب حاجات أنت متوقع اللي هي بتتقبل وهو يقول لك لأ أنا مش هاقبلها، يعني مثلًا عندي كان في program كنت حكيت الموضوع ده مع Valnera كان كاتب إن هو مش بيقبل الinformation disclosure كده صريحة، اللي هو إزاي يا جماعة أنا عمري ما شُفت حد ما بيقبلش information disclosure فاهم؟ أيوه. قابلت أنا program زي كده برضه. أو إن اللي هو ما يقبلش XSS. طب ما يحدد حتى الinformation والsolution ده كانت إيه مثلًا، عبارة عن إيه؟ لأ ما في حددش مثلًا حاجة، كاتب كل حاجة إمم، information disclosure كده. أيوه، أيوه. في program كتير وباشوفها دايمًا يعني شُفتها كتير في الexternal program باشوفها كتير فيه، إن هو بيقول لك information exclusion ده مش تبعي، مش هاقبلها. إنما في الhacker one ما شُفتهاش قبل كده الصراحة. ما أنا استغربت أنا أول مرّة وما قابلتش حاجة زي كده، مع إني الحمد لله عندي invite كتير، يعني عندي 200 والّا 250 عمري ما شُفت حاجة زي كده، أيوه آه. ما علينا. آآ برضه الpolicy بتاع الout of scope دي بالذات، أنا قعدت قبل كده يوم كامل، ليلة كاملة كده أتست على الموقع، والله طلعت فيه ثغرة. المهم جيت أقدّمها، لقيت أصلًا أمّا آجي أقدّمها لقيت وأنا باقدّم لقيت بتاع الموقع out of scope. أنا ندمت يعني، قُلت والله من ساعتها لازم أشوف الout of scope قبل ما أبدأ بأي حاجة. آه بالضبط عشان ما تضيّعش وقت وأصلًا الbug bounty بياخد وقت ومجهود مرعب مرهق جدًا يعني، أيوه آه. الواحد لازم ياخد باله يعني. أيوه. تمام. طبعًا إنّك تتعلّم دي حاجة، وإنّك تعرف تhunt وتجيب ثغرات حاجة تالتة خالص. فأنت كان إيه شعورك ساعتها؟ هل اتصدمت والّا كنت متوقع حاجة زي كده؟ بُص، هو أنا كنت محظوظ شوية في الحتّة ديّة. هو أنا لمّا قُلت لك إن أنا بدأت في إمتى، في شهر 6 2023. أنا لمّا كنت بدأت كان معايا 2 صحاب، كنا بادئين سوا وماشيين سوا. ففي شهر 9 أنا لسه كنت بس عملت account على HackerOne، بس ما جرّبتش أhunt أو كده. المهم واحد صاحبي لقى program على HackerOne، جابه ولقى عليه ثغرة، كان حد باعته له ولقى عليه ثغرة، فصاحبي بعت لصاحبي الموقع ده. فجاب هو كمان عليه ثغرة، فصاحبي بعت لي أنا الprogram ده، فأنا برضه جِبت عليه ثغرة. فيعني أنا أصلًا يعني في أول bug اللي هي ما تعبتش فيها الصراحة يعني، اللي هو كانش VDB، بس أنا أعرف المبتدئين يعني بيحبطوا أو بيقعدوا كتير أوي على ما يجيبوا أول bug، أول valid bug. بس أنا كنت محظوظ شوية في ديّة، إن ربنا رزقنا بأول bug بسرعة، يعني حتى إحنا جبناها في شهر 9 2023، يعني بعد 3 شهور من بدايتنا. آآ ومحظوظين إحنا حتى محظوظين أوي في الحتة ديّة. إحنا يعني إحنا ليه كمّلنا في المجال بسبب الثغرة ديّة. إحنا خلاص بقى لقينا نفسنا، أيوه إحنا اللي اتعلمناه بنلاقيه أهو خلاص. فالحمد لله يعني. ما كانتش صعبة أوي بالنسبة لنا يعني، بس إيه، هو رزق في الآخر والحمد لله. آه طبعًا هو رزق وتوفيق من ربنا أول حاجة، بس هو الموضوع ده بيساعدك جدًا يا محمد بالذات في الأول، يعني أنا برضه الحمد لله يعني كنت محظوظ وربنا رزقني بعد 25 يوم جِبت سارة كانت في AT&T وكانت high فعاوز أقول لك يعني أنا خدت vision وpush اللي أنا أكمّل بطريقة مرعبة، اللي هو لأ أنا كده خلاص فاهم، خدت الثقة وإن أنا هاقدر أخش في أي program وأعرف أhunt عليه وأجيب ثغرات عادي جدًا. بس في ناس بيطوّل معاهم الموضوع يدخّلهم في loop الإحباط، اللي هو إيه ده هو أنا مش لاقي ثغرات ليه؟ ما كل أصحابي بيلاقوا، أو إن هو بيشوف على X فلان خد bounty كذا وده بيشيّر وده بيشيّر، بس هو الفكرة مش بيبقى واخد باله إن اللي بيشيّر ده هو ما لقاش في الوقت اللي هو بيشيّر فيه، ده هو هتلاقيه قعد شهرين 3 والّا قعد فترة كبيرة عقبال ما لقاها وعقبال ما اتريجت وموضوع كتير، هو بيشوف النتيجة الأخيرة بس هو مش بيشوف اللي ورا الbug يعني، فده بيحبطه، اللي هو أنا إشمعنى أنا، فاهمني؟ فعلًا يا أحمد، هي فعلًا يعني باقول لك الباقة ديّة ادّتنا دفعة جامدة لينا كلّنا. آآ ومن ساعتها أصلًا أنا يعني مسكت الprogram ده، كمّلت فيه. هو أنا قعدت فترة مثلًا، يعني فترة دراسة أنا ما باقعدش بك بت ب مش باهَنْت فيها خالص، يعني لمّا كنت بادرس كده، كنت أنا ساعتها مهتم بالGPA ومهتم بالدراسة أكتر، حاسس إن التقييم بتاعي يكون عالي. فباجي أدخل أول ما آجي أدخل فترة الدراسة كنت باوتّر خالص، وده غلط. أنا أصلًا عارف إن ده غلط، إن أنت تفصل عن المجال بتاعك
هتنسى اللي أنت اتعلمته، بحيث أنت أصلًا كمان لسه في الأول يعني لسه ما شُفتش المعلومة كتير، لسه ما اتعودتش أو إيدك ما جريتش في المجال كتير، فأي حاجة لسه درستها جديدة هتنساها طول أول ما أنت هتبعد. آآ فأنا أي حد لسه في البداية لازم أول حاجة يركّز عليها الاستمرارية بُص هنيجي وهيجيب للسؤال ده تاني، يعني تمام. مثلًا السؤال دلوقتي احكِ لي عن الصعوبات اللي واجهتك في مرحلة البحث عن أول ثغرة وأول bounty. إحنا قُلنا زي ما قُلنا إحنا ما تعبناش في أول bug يعني، بس هنقول بقى أول bounty تمام. آه، بُص يعني أنا زي أول ما قُلت bug دي كانت VDB صح؟ كانت VDB تمام، احكِ لنا بقى الصعوبات لأول bounty عشان دي مختلفة. بُص هاقول لك أنا هاقول لك إحنا كنا في الأول زي ما باقول لك أهو، أنا كنت بقى إيه، باقطّع، أنا ليه عشان كده قعدت فترة كبيرة إن أنا ما أجيبش أول bounty، كنت مثلًا آجي في الدراسة أفصل، آجي في نُص السنة أجازة نُص السنة أرجع تاني hunt، آجي في الدراسة تاني أبطّل تمام. فأنا كنت كان في gap كبيرة باكون قاعد فاصل خالص عن المجال، ف وك مع مع إني كنت جِبت في نُص السنة جِبت برضه 3 ثغرات في نفس الprogram اللي أنا جِبت فيه أول ثغرة، بس برضه VDB يعني ما فيش ناس كتير أوي بيهانتوا عليه. المهم كنت أنا بقى كنت عندي أصلًا رهبة إن أنا ما أدخلش على program بيدفع، يعني أي program bug bounty آآ أول ما آجي أدخله أصلًا باقول ده أكيد مهري، أكيد في ناس كتير أوي تستو عليه وأكيد ما فيهوش حاجة، فأنا أصلًا كان عندي رهبة إن أنا أدخله، قبل ما أدخل أصلًا باكون عارف إن أنا مش هالاقي حاجة، بس عادي يعني، ما كنتش بادخل أصلًا bug bounty program. بس جات في مرة آآ لقيت واحد منزّل على X إن هو جاب bounty من program كذا، وقال program كذا وعمل له disclose عادي، فأنا قُلت خلاص طالما ممكن أدخل أجرّب عليه، دخلت والله يعني أول ساعة كده لقيت هي bug بسيطة جدًا، بعتّها يعني بعتّها مثلًا إمتى، بعتّها الساعة 14:00 كده، رُحت صلاة العصر جيت لقيتهم قبلوها، قبلوها بس الbounty جات بعدها بفترة كبيرة طبعًا، بس هي كانت low. بس الlow ده يعني حرفيًا الbug ديّة ادّتني دافع مش عايز أقول لك، أنا أصلًا كنت خلاص باشِفت من المجال، من كتر الإحباط اللي كان موجود عندي. كنت أنا رايح باذاكر .NET ودوست فيه وخلاص كنت خلصت الplaylist بتاع .NET، وكنت باقول المجال ده مش مجالي أصلًا الbug bounty ده باحس إن أنا أصلًا مش عارف أطلّع، كنت باطلّع ثغرات من VDB بس باجي أدخل على الbug bounty مش بالاقي أي ثغرات خالص، فأنا أحبطت خالص يعني، باقول المجال ده مش مجالي فخلاص بقى أشوف حاجة تانية. الثغرة الصغيرة ديّة خلّتني أكمّل في المجال، خلّتني يعني خلاص بقى عندي شعور إن هو خلاص بقى لأ، أكمّل فيه وإن شاء الله ربنا هيعوضني بالمذاكرة أو التعب اللي أنا ذاكرته، والحمد لله ربنا كرمني خير كرم يعني الحمد لله. الحمد لله، أنا عاوز أقول لك فعلًا إن أول ثغرة وأول bounty دي مهمة جدًا عشان تدّيك دافع إن أنت تكمّل، وحتى لو بعد كده واجهتك صعوبات هتقول لأ عادي أنا أصلًا ما كنتش عارف أجيب أول bounty ولا أول ثغرة، بس أنا جبتها، طب ما أنا أوقّف دلوقتي ليه؟ خلاص يعني أنا عدّيت أصعب مرحلة أصلًا، فاهمني؟ فعلًا والله ما باقول لك أنا يعني لمّا جِبت أول bounty ده بعدها يعني أول bounty جات لي مثلًا في شهر 8، أنا كنت مقدّم الBug في شهر 6 2024. آآ الbounty جات لي في شهر 8 ويعني بعدها ب9 أيام بالضبط جالي تاني bounty، بعد شهر بالضبط جالي تالت bounty كانت bounty كبيرة، فلأ هي فتحت بقى بدأت خلاص بقى ما عادش في رغبة إن أنا أدخل على Bug Bounty program ده تاني، لأ ده عادي ألاقي في ثغرات عادي براحتي، اللي هو هو مش موجود فيه ثغرات لأ، كل حاجة موجود فيها ثغرات، بس أنت بس كمّل وحاول تحط في دماغك أنت هتلاقي ثغرة، وإن شاء الله هتلاقي يعني. إن شاء الله. عاوز أقول لك برضه يعني كنت منزّل post على LinkedIn اللي أنا جِبت يعني ثغرة في AT&T وخدت $750 وكده، واحد كان كاتب لي إن أنت مثلًا يعني اتكلم عن الثغرات اللي هي انقرضت اللي هي SQL injection مش عارف إيه، فأنا ضحكت هو إزاي بيقول انقرضت؟ ده لسه أنا لقيتها أصلًا، يعني إن شاء الله الفيديو اللي هاعمله أنا لقيتها في 2024 تمام، يعني مش من بعيد، ولسه عروة ما شاء الله امبارح لاقيها وجاب منها RCE اللي هو عادي يا جماعة، ده في أصلًا واحد اسمه شادي ما شاء الله عليه مش بيجيب غير SQL injection بس، وأعرف واحد هندي تاني هو مركّز على الSQL injection بيجيبها على طول، أنت متخيل؟ هو ما فيش حاجة اسمها ثغرة انقرضت أصلًا يعني، أي حاجة هو بُص هو فعلًا التكنولوجيا الجديدة بقت بتحمي كويس من الثغرات الSQL أو الinjection عامةً، بس برضه أكيد في مواقع قديمة وفي غلطات بتحصل برضه من الdeveloper نفسه، فما فيش حاجة اسمها حاجة انقرضت، أي حاجة هتلاقيها يعني طالما فيها عامل بشري متدخل أكيد لازم يغلط، فالثغرات ما بتخلصش يعني حرفيًا. أنا عاوز أقول لك نقطة في حتّة إن
بُص، هو الBug Bounty أصلًا يعني على ما أتذكّر بدأ في 2010، 2009 في الrange ده، يعني قُل من 15 سَنة مثلًا، 16 سَنة. عاوز أقول لك يعني هو قبليها ما أكيد كان في مواقع زي Yahoo دي مثلًا، Yahoo دي من من قديم الأزل فاهم، ومثلًا AT&T هم ما عملوش program غير في 2019. طب ما هم عندهم مواقع معمولة بPHP وتكنولوجي قديمة جدًا من زمان جدًا، الحاجات دي كلّها أصلًا يعني لسه ما طلعش منها الثغرات، فطبيعي تلاقي SQL injection فيها. ما هي طبيعي. يعني فاهمني؟ حاجات program قديمة كتير جدًا، يعني هُم بس بيحدّثوا الأكواد أو بيحدّث يعمل يزوّد function جديدة، بس ما زال الكود قديم، بس بينسّي يعني ما فيش حاجة اسمها انقراض ده خالص، أنا سمعتها كتير برضه في بدايتي، واحد كان قال لي إن ده ما عادش في SQL injection ما ندوّرش عليها عشان التكنولوجيا الجديدة خلاص بقت بتdetect الحاجات ديّة أو هُم أصلًا عاملينها أو عاملين لها حماية أصلًا في المكاتب نفسها أو في الframework عامةً يعني. فلأ، الصراحة أنا شُفت ناس بيجيبوا لسه ثغرات SQL injection معظم الثغرات اللي بيقولوا عليها انقرضت ديّة، ما زمان Access انقرضت هي كمان، يعني ما هو معظم التكنولوجيز الجديدة بتdetect الحاجات ديّة أو عاملين لها حماية، بس لسه موجودة موجودة كتير كمان جدًا. عاوزة أقول لك كل شوية ألاقي XSS، كل ما حد يقول ما فيش XSS ألاقي واحدة. هي موجودة كل حاجة موجودة والله، هي بس الناس بييجي لهم إحباط فخلاص بقى ما عادش حاجة موجودة. بس هو الفكرة أنت محتاج تدوّر وتتعلم techniques وتحاول تروح حتت مش كل الناس بتروحها، فدي فايدة فعلًا، حتة الrecon بقى. أيوه فعلًا. تمام. إزاي بتتعامل مع الإحباط في المجال؟ يعني لمّا تحبط بقى وكده وتقعد فترة ما تجيبش سعرات، هل بتسيب الدنيا خالص والّا بتسمع videos وبتحاول تطوّر من نفسك وتشوف technique والّا بتعمل إيه؟ هو أنا لمّا بييجي لي إحباط يعني مثلًا قعدت على الprogram مثلًا أسبوع، أسبوعين، شهر، ما اعرفش أجيب منه أي bug أو حتى low حتى، آآ بابعد عن الprogram ده شوية، ما بابعد عنه خالص، مثلًا أشوف program تاني، أو ممكن أفصل مثلًا أسبوع، أسبوعين كده، بس مش باسيبه، يعني مش هاسيبه، أنا خلاص بقى أنا قعدت في الprogram شهر، يعني لمّا آجي أرجع له تاني هاكون فاهمه أكتر وأكتر، غير اللي هيكون لسه داخل له تاني واحد أو غير program لسه هادخل له جديد أكون لسه مش فاهم حاجة وأبدأ معاه من الأول، لأ بالعكس والحاجة دي برضه يعني ساعدتني جامد إن أنا إيه، الprogram ده لمّا ما عرفتش أجيب فيه حاجة، هاسيبه على جنب كده شوية وأرجع له تاني، بس مثلًا هاسيبه يوم، يومين ألاقي وبارجع تاني ألاقي نفسي إيه، لأ لقيت بقيت فاهم الريكوستات وبقيت عيني خلاص اتعودت على الrequest ده بتاع إيه وده بتاع إيه وخلاص، ولقيت نفسي كمان باكتشف function جديدة ما شُفتهاش في الأول، فلأ طول ما أنت بتتنّيك مع program واحد ومكمّل معاه كمّل معاه حتى لو مُحبَط سيبه دلوقتي، سيبه شوية كده وارجع له تاني، بس ما تسيبوش خالص، وهتلاقي في وأنا باقول لك أهو هتلاقي في ثغرات وهتجيب منه ثغرات وهتلاقي نَفْسك بتلاقي حاجات جديدة أصلًا function جديدة ما شُفتهاش قبل كده، عن تجربة يعني. تمام. ليه المبتدئين بييجي لهم إحباط إنهم مش عارفين يطلعوا أول bounty؟ أنت ممكن تنصحهم بإيه؟ المبتدئين بالذات ما باقول لك أهو، لازم استمرارية، أنا باقول لك أنا كنت باحبط، يعني لمّا كان بييجي لي إحباط كنت بافصل خالص، فكان المشكلة عندي ديّة إن أنا بافصل باقوم ناسي، بارجع أذاكر، أفصل، أقوم ناسي، أرجع أذاكر، كان باطلع بادخل في دوّامة، ف لحد ما مثلًا لو أنا جيت مرّة استمريت على حاجة بالاقي فرق بقى، لمّا خلّصت لمّا بطّلت دراسة يعني ودخلت بقى bug bounty وقُلت خلاص هادخل دِست على bounty program قعدت شهرين آمم متواصل كده ما باطلّعش bug بس في الآخر الحمد لله طلّعت bug بس إيدي شغّالة، يعني مش بابطّل بقى خالص، طول ما إيدي شغّالة طول ما أنا عمّال آخُد معلومات جديدة، طول ما إيدي خلاص اللي هو باعرف باوصل لمواقع ما حدّش وصل لها، باوصل لendpoint ما حدّش وصل لها، يعني كل حاجة مبنية على الاستمرارية حرفيًا يعني، طول ما أنت عمّال تقطّع وتقول لأ أنا هابطّل شوية وارجع تاني أو shift أروح لحاجة تانية أو تشغِل بالك بحاجة تانية، خلاص لأ، ده أنت كده ما بتحاول ترهق نَفْسك وبتضيّع وقت في الفاضي. بس أنت لو عرفت بس تركّز في حاجة واحدة وتكمّل فيها وما تسيبهاش من إيدك، كمّل فيها، إن شاء يعني الله يعني هتقابل الباقي يعني. تمام، يعني من كلامك أهم حاجة الاستمرارية، إن أنت تستمر هي ما بتفرق مع أي تقطّعش. حد فعلًا، آآ يعني قُل، قُل. تاني حاجة إن أنت ما تحبطش، دي أهم حاجة، إن أنت تدوّر كتير، وكل ما تدوّر أكتر كل ما فرصك تزيد إن أنت تجيب سعر أكتر. فعلًا والله، يعني أنت طول ما إيدك بتمشي في الprogram كده أو بتمشي في الhunting هتلاقي نَفْسك بتطلّع أصلًا bug من غير تعب بعد كده، يعني هتلاقي نَفْسك متعوّد أصلًا وخلاص خدت الموضوع كإنه بتلعب لعبة.
وبقى حاجة مسلية ليك كمان، هتوصل اللي هي حاجة أنت لأ أنت عايز تhunt، هتبقى إدمان أنت عايز تhunt أصلًا. آه بالضبط، يعني أنت أصلًا أنا باشوف الناس اللي بتكمّل والناس اللي يعني ربنا بيرزقها بbounty كبيرة، هي مش حاطة في دماغها الفلوس، هي بتحب الموضوع وإن هي حابة تhunt وإن هي تستمر وتبقى حاجة في المجال، يعني باشوف دول أكتر ناس بتنجح يعني. فعلًا. أنا عايز أقول لك لمّا كان بييجي لي إحباط برضه، كنت مثلًا بافتح X أو LinkedIn، مثلًا أنا مُحبَط خلاص أصلًا مش والله مقروف من المجال، أدخل مثلًا ألاقي حد منزّل tips، ناس منزّلين واحد منزّل write up، أقرا write up بيدّيني دفعة، ده لسه في ثغرتها، في ناس لسه بيجيبوا ثغرتها، واحد جاب لسه أيدور، طب ليه أنا ما أروحش، أمّا ليه ما جبتش أيدور، طب ما أروح أجرّب أنا كمان. فبيدّيني دفعة خلاص لأ، أنا ده لسه في أمل أهو، فاقوم رايح أجرّب أtest تاني وكده. والله والحاجات ديّة بتجيب معاك، يعني أنت بتدّيك دفعة قدّام تخلّيك تدخل لأ، ترجع تاني المجال. يعني أنا لمّا كنت آخر فترة أنا كنت قعدت شهرين كده في burn out، أو مُحبَط يعني، اللي هو مش عارف أصلًا أقوم أفتح اللاب، فكنت أقرأ بس write up والله يخلّيني خلاص لأ، أنا عايز أروح أفتح اللاب وأهندل دلوقتي حالًا أهو، فكان لأ، بيدّيني دفعة قوية يعني. آه تمام. بعد قد إيه أول bounty جبتها وإزاي وإيه كان إحساسك ساعتها لمّا مسكت الدولارات بقى وحسيت إن الحياة هتلعب معاك؟ بُص، بعد قد إيه، بُص أنا مش عايز أنا جِبتها مثلًا بعد سَنة، بس أنا إيه، يمكن بعد سَنة، بس أنا كنت مبطّل ليها برضه، يعني أنا زي ما قُلت لك أنا بدأت في إمتى، فعليًا إن أنا أبدأ hunt يعني كان في شهر 8/2023. تمام. أنا في الوقت ده كنت بادخل على الدراسة زي ما باقول لك بابطّل، يعني كنت مثلًا الترم الأول كان عندي بيبدأ من شهر 10 لحد شهر مثلًا 1 لحد شهر 2 مثلًا، فأنا في الوقت ده ما باهنتش خالص، فأنا جيت في شهر بسم الله شهر 6 قدمت أول bug على bug bounty program وخدت أول bounty في شهر 8 يعني يعتبر سَنة، صح؟ يعتبر سَنة. آآ مش عايز بقى أقول لك إن مع إنها كانت ثغرة low، بس إحساسها كانت يعني باقول لك أكبر من إحساس من أكبر bounty أنا جبتها، بس ده أيوه أول فعلًا، مرّة أول ثغرة دي رهيبة، إحساسها جميل جدًا. إحساس تاني كده خالص، فعلًا والله، يعني اللي هو لأ ده أنا باجيب فلوس أهو خلاص، يعني أول مرّة أمسك إيدي أو أعمل فلوس من إيدي أنا، فاهمني؟ تبقى إحساس تاني خالص كده. أنا عاوز أقول لك أنا عمري ما أنسى إحساس أول bounty دي، وربنا وفّقني فيها وكرمني جامد يعني، لإن هي كانت high يعني أنا ما اتكلمتش مع الprogram ولا أي حاجة، هم حسبوها high من نفسهم، فأنا حسيت إن دي فعلًا رزق يعني، وربنا بيقول لي أدي هدية ليك عشان تكمّل في المجال وما تحبطش، يعني أنا الفترة دي في حياتي كانت صعبة جدًا، وأول مرّة في حياتي ييجي لي depression أو اكتئاب، حتى ما كنتش عارف إيه هو ده أصلًا اللي عندي. فدخلت في الbug bounty وأنا في الحالة دي، فاهمني؟ فأنا حسيت إن إمم. ربنا يعني بعتها لي هدية عشان أخرج من الحالة اللي أنا فيها وإن أكمّل في المجال وكده، وفعلًا أنا بعديها بقيت واخد ثقة جامدة وما وقّفتش يعني. هي بتدّيك برضه يعني إحساس أنت خلاص بقى خلاص اتعلّمت، خلاص بدأت إن التعليم اللي أنت اتعلّمته ده ما راحش، لأ في حاجات بتيجي قدّام أهي، في إيدك شغّالة أهي خلاص بقت بتجيب فلوس كمان، يعني مش كل اللي أنت ذاكرته ده راح كده هدر، لأ، كل حاجة موجودة، وربنا يعني الرزّاق يعني هو الرزّاق الكريم يعني، بيجيب لك البَج آآ يعني في الآخر وفي الأول إيه، هي رزق، يعني آه أنا باقول طبعًا. لك الباجة اللي أنا جبتها ديّة أنا والله كنت حاطط 100% إنها مش هتتقبل، بس إيه، أنا كنت مقدّمها إن هي مش مكتوبة في الأول في الscope والprogram مش managed by HackerOne، هي كانت لو كان managed by HackerOne ما كانتش هتتقبل، عشان هي أصلًا HackerOne كده كده by default حاططها out of scope، فلأ أنا ركّزت أشوف الأول قبل ما أقدّم اللي هو حاططها أصلًا في الout of scope والّا لأ، وكمان في نفس الوقت مش managed by HackerOne، قدمتها وحرفيًا اتقبلت في نُص ساعة، الحمد لله يعني. الحمد لله، تمام. كان إحساسك إيه لمّا خدت ال10.000$ وكنت متوقع حاجة زي كده والّا الموضوع جه صُدفة؟ احكِ لنا حكاية الثارة. بُص، السنة ديّة بالذات هي كانت هي في شركة دي Swisscom؟ دي هي كانت بدايتها من سيسكو. بُص، آآ هي بدأت أصلًا بداية غريبة، أنا مثلًا من داخل أصلًا هَنْت على سيسكوم عادي، تمام، عادي دخلت هَنْت عليه وشوف اخترت domain واخترت الscope اللي أنا هَنْت عليه يعني وبدأت هَنْت، فطبيعي زي أي حد بيهَنْت على broken access control الثغرات اللي هي معروفة ديّة، هَنْت ما لقيتش حاجة، رُحت reset password، أنا باحب reset password، أنت عارف أنا ابتديت فيها كذا ثغرة قبل كده.
أنا عاوز أقول لك حاجة، أنا شكيت إن أنت ليك علاقة بأشرف بطريقةٍ ما، لإن هو برضه بيركّز على reset password ولقيتك أنت بتركّز عليها، فقُلت إيه ده، هُم يعرفوا بعض منين؟ فاهم؟ أيوه، هو حتى يعني هو اللي مش قال لك ركّز عليها والّا إيه اللي حصل في الأول يعني؟ هو لأ، أنا كنت ذاكرتها من شُفت ليها سيناريو قبل كده في Portsugar، كان آه. نفس السيناريو ده. فهو أشرف برضه فادني كتير جدًا في الحتّة ديّة، خلّاني أركّز على حاجات مهمة فعلًا، بس إيه، زي ما باقول لك إن ما أنا أصلًا كنت أُحبطت إن أنا مش هالاقي حاجة برضه في الموقع ده إلا جرّبت كل الثغرات، فقُلت أجرّب في reset password. كنت أنا جرّبت برضه كان في application تبعهم برضه لقيت فيه bug. آآ جرّبت الbug ده لقيت أنا بقت أسهل كمان من الbug الأولانية بتاعتهم اللي هي كانت في الreset password اللي أنا كنت حكيت عنها في أول الفيديو. اللي هي كان هنا بقى المرّة دي كان post request وكان في parameter اسمه email، تمام. في نفس الوقت حاطط لك في الtoken parameter token ومعاه الtoken بتاعتك اللي أنت طلبتها. وبرضه كان في parameter GWT كان كget request موجود فوق يعني في الURL. ده موجود فيه لو أنت عملت له decode هتلاقيه موجود فيه الID بتاعك، الID اللي هو طلب الإيه، اللي طلب الreset password. تمام، أنا قُلت خلاص حاطط الID في الGWT فأكيد يعني اللي هو مش اللي هو بتcheck عليك يعني مع الإيميل بتاعك، مش هيقبل يعني أو بتcheck بالID بتاعك ده، فهنا بيغيّر password بالID ده، فلو غيّرته أصلًا هيدّيك الGWT invalid. آآ فلأ، فطلع العكس، طلع إن هو بيتشيك على الtoken اللي تحت وبيتشيك على الإيميل كمان، ويعني حتى ما بيعملش check على الGWT ما بيبصّلهاش أصلًا. والtoken كمان أهم حاجة valid أو لأ، تمام. لو مش valid مش هيغيّر لك. فأنا قُمت مغيّر الparameter email وبعت request واتقبل وادّاني 200 أوكي، ولقيت الpassword اتغيّر للإيميل التاني عادي جدًا. هو هنا الغلطة إن هُم كانوا حاطين GWT كده كشكل بس، مش حاطينها اللي هي تقدر تhandle أو تهدّل الreset password لأ، هُم بيعملوا هدفهم كلّهم أو الvalidation كلّه على الtoken مضبوطة أو هي شغّالة والّا لأ. وبنفس الوقت بيشوف الإيميل ده بياخد القيمة بتاعته بيغيّر الuser أبو سحب الإيميل ده بس. لمّا صلّحوها بقى شالوا الtoken اللي موجودة في الpost request وخلّوا الاعتماد كلّه على الGWT اللي فوق بالID اللي كان موجود في الGWT وبس. تمام، يعني أنت وبعد كده أنا معلش نسيت. آآ دلوقتي بقى أنا خلاص بقى قدّمتها لمين، لSyscom. بعد ما قدّمتها لSyscom يعني Swisscom بيردّوا على فكرة لو ثغرة critical بيردّوا عليك حتى لو في أيام الأجازة، سبت أو حد. إنّما لو ثغرة medium high مش هيردّوا عليك في أنت الأجازة. كنت حاططها critical؟ هي في ال بي هُم بي بتقدرش أنت تحُط نوع الثغرة أو الseverity بتاع الثغرة في Swisscom. هو بيقيّمها هو كل حاجة. مش مدّيك option أصلًا تحُط critical ومش critical. بس أنا كنت حاطط لهم إن هي في الbio إن هي critical في الtitle. بس إيه، آآ هُم بيقرأوا الريبورتات في أيام الأجازة عادي، بس لو أهم حاجة تكون critical، لو critical هيردّوا عليك في ساعتها، عشان هُم أصلًا الcritical بيصلّحوها في خلال يوم أو يومين، تمام. فأنا بعتّ لهم ردّوا عليَّ كان يوم باين سبت، ردّوا عليَّ يوم السبت بالليل. آآ بعت ردّوا عليَّ إن هُم قبلوها وكلّه تمام، تمام. جه يوم الإتنين بقى اللي هو أول يوم شغل. آآ قالوا لي: "طَب أنت رُحت قدّمتها لAtlassian؟" قُلت لهم: "لأ، هو أنا ما خدتش بالي أصلًا إن هو تبع أصل البورصة اللي هُم واخدينها ديّة تبع Atlassian." فلمّا ثواني، شُفت يعني كلامه أنت أصلًا كنت بتtest domain أو subdomain في portal لAtlassian صح؟ أيوه هو مغيّر أصلًا الdomain كلّه. يعني أصلًا Atlassian لمّا تيجي تاخد منه portal أو تاخد منه الSaaS بتاعتهم بيدّيك subdomain من تبعهم، يعني subdomain لAtlassian.net باين آه، أو اللي هو .com. الthird party ده صح؟ آه، أيوه بالضبط. فإيه، فلأ، فSwisscom كانت مغيّرة الdomain نَفْسه، كانت بتخلّيها reference للdomain تبعهم هم، تمام. إمم. فأنا ما خدتش بالي، أنا أصلًا ما خدتش بالي إن ده portal والّا لأ، ده يعني عادي كان الموقع تبعهم عادي. فأنا ما بصيتش على الfooter، كان موجود في الfooter بتاع الموقع إن هو فعلًا تبع Atlassian. فأنا لمّا بصيت على الموقع تاني أو الportal تاني، لقيت إن هو تبع كذا، كذا فعلًا، تبع Atlassian. رُحت على طول على Atlassian في background. قدّمت لهم الbug. والمضحك يعني إن هُم بعد ما اديت لهم الbug بعد ساعة بالضبط البتاعة تتقفل not applicable NA يعني، ما تقوليش لا منى تمام. اللي رَد عليك مين اللي لا، رَد؟ لأ، لأ، ده T-Bot ده بقى أنا ما كنتش عارف ساعتها إن هو bot أصلًا أو bot AI يعني تبع background. أنا إزاي تتقفل NA طيب؟ فكلمت بتوع Swisscom قالوا لي
إزاي ده ما فيش سبب، هو أصلًا برضه T-bot لمّا بييجي في الbug بيدّيك رسالة، الرسالة ده مش موضّح فيها أصلًا هو ليه قفل الbug، هو بيقول لك في الآخر، في الأول وفي الآخر إن هو ده مش security bug، أو ده مش باين عليها إن هي bug، مش بيدّيك حاجة يعني، مش بيدّيك سبب اللي هو واضح إن هو ليه قافل الbug ديّة. فأنا أصلًا كنت ساعتها طَب ادّيني سبب، أنا أصلًا مش عارف إن هو ليه، إن هو أصلًا boot. فلمّا كلمت Swisscom قال لي: "لأ، كلمهم تاني وحاول تقول لهم تقنعهم إن ده bug، وده فعلًا bug موجودة عندنا وأنا اتأكدت منها إن هي bug." المهم أنا كنت إيه، قدمت rare على background، آآ قدمت الrare ده يوم الإتنين في نفس الوقت بالضبط، قدمت الrare. إيه الرير ده؟ وبعد عشان أنا مش باهونت على بكرة. الrare ده اللي هو request، اللي هو بتطلب مثلًا كأنه تظلُّم، فاهمني؟ mediation زي HackerOne كده؟ mediation زي HackerOne، بس mediation ده HackerOne ده ما تقارنوش بده، عشان mediation ما بيردوش أصلًا هناك. أيوه ما بيردوش. أنا والله بقى لي سنة في bug هناك ما بيردوش عليه لحد ساعتها. المهم ال بعد ما عملت الرير ده، المفروض بقى يعني ده critical bug حرفيًا، والراجل بتاع Swisscom كل يوم يكلمني: طب في جديد ما ردوش عليك. هو الراجل كل يوم يقول الراجل ده اللي كان بيرد عليك على LinkedIn؟ هو ده. مين ده أصلًا؟ ده COO، أو لأ مش الCOO، ده الleader بتاع الsecurity في Swisscom. آه، هو ماسك الsecurity كلّها بتاع الprogram؟ آه، هو اللي ماسك هناك. طب حاجة كويسة جدًا اللي هو أصلًا يرد عليك. لأ، هو محترم جدًا، هو كفاية بس إن هو إيه، يقول لي ما راحش هو سلَم الباج بنفسه، يعني هو كان ممكن أي حد يروح سالم الباج بنفسه، إمم. فاهمني؟ كان يقول لك لأ، أنا لو واحد بعت لي باج وهو ما قدّمهاش هناك فاروح أقدّمها أنا، لأ، هو جه قال لي بالحرف كده: روح قدّمها أنت عشان تستفيد بالbounty بتاعتهم، والbounty بتاعتك اللي هنا مش هتتأثّر بيها. ياه! إيه هو الجمال ده! لأ، هو راجل محترم. لمّا قدّمتها، لمّا عملت الرير ده، رَد عليَّ يوم الجمعة الساعة 18:00 بالليل يعني مش فاكر أوي 18:00 والّا 19:00 بس بالليل. رَد عليَّ واحد، أنا كنت كاتب في الرير ده إن هو إيه، إن ده مثال إن في program أهو بيستخدم الservice بتاعتهم الSaaS ده وعنده portal ومُصاب، فأنا كنت حاطط الlink بتاع Swisscom الportal بتاعه، وفي نفس الوقت عامل خطوات إزاي تقدر تعمل portal واديتهم الlink بتاع الportal بتاعتي. المهم ألاقي إيه، واحد والله مش فاكر اسمه background بقى، بس ده إنسان يعني مش bot، ألاقيه برضه دخل قفل لي NA. طب أشوف السبب، ألاقيه كاتب لي إن الportal ده اللي هو الlink بتاع أو الportal بتاع Swisscom ده الlink ده والله مش تبعنا، ده Swisscom. طب أنت ده أنا متأكد 100% إن هو ما قرأش الcomment كله، دخل شاف البتاع ده البس NA. طب أنا الراجل بتاع السيسكوم كل يوم قاعد لي يقول لي كل يوم يكلمني، حرفيًا ييجي يوم الصبح ألاقي رسالة منه، على العصر ألاقيه باعت لي رسالة تانية، اللي هو ثغرة critical برضه، وعنده حق، ثغرة critical عنده، فقلقان. حتى لمّا دخل سألني قال لي: "هو أنت اللي جبت الbug والّا في حد معاك والّا أنت لقيتها عن طريق السوشيال ميديا؟" قُلت له: "لأ، أنا اللي لقيتها." عشان كان حرفيًا شوية كان هيروح يقفل الportal أصلًا، كان بيقول أنا هاقفلها بحيث إن هُم مش عايزين يردوا. فبعدها الحمد لله يوم الاتنين على طول ردّوا، وteam الشركة دخل بنفسه وقال لي اتأسف يعني، قال لي إزاي، قال لي يعني إن الbackground team هو اللي غلطان يعني إن هو يقفل كده كذا، واعتذر يعني، والحمد لله ادّاني باقوتة كويسة يعني ساعتها. طب عاوز أقول لك حاجة برضه عشان الناس اللي بتسمعنا، لو أنت متأكد من ثغرة ومتأكد منها والTrasher حَب يعمل معاك كده، اللي هو حَب يكبّر دماغه وما يقراش الريبورت أصلًا أو ما يهتمش، فأنت حاول يعني إيه، تبعت له كذا مرّة تقول له طب دخّلني مع team الprogram نتكلّم مع بعض، ده حقك يعني اللي هو إيه، ما تتكسفش، إن هُم ساعات بيريّحوا دماغهم. على فكرة في HackerOne كده، اللي هو يشوف الريبورت مش عاجبه كده أو هو مكسّل يقرا أو إيه، فيقول لك يا عم إيه بقى كبّر دماغك، فاهمني؟ فعلًا ما باقول لك الراجل ده بتاع بكرة ده ما قرأ حرفيًا أول سطرين من الcomment. أنا كاتب comment كبير بالخطوات إزاي تنشئ أصلًا portal اللي هو هو بتاعتك أنت. كسّل بقى يعمل الخطوات دي. هو أصلًا ما كمّلش، هو قرأ إن ده الlink ده أنا حتى كاتب له إن ده example، تمام، وكاتب له الlink بتاع Swisscom. هو برضه هو في ترياجة رخمين كده، ما بيقرأش، ما بيكمّلش قراءة. ما تكمّل يا عم قراءة، أنت شغال ليه طيب؟ يالّا الحمد لله. الحمد لله، تمام. إيه الmethodology بتاعتك في الhunting؟ يعني أنت بتhunt إزاي، بتختار program إزاي، كده يعني؟ والله مش ماشي بحاجة معيّنة، يعني أنا معظم شغلي بادخل أقلّب شوية في الموقع، أول حاجة بافهمه يعني من غير باكون فاتح البِر بسويت وباحس إن هو بس يfetch الريكوستات،
بس باقعد بس إيه أقلّب في الموقع كده، بحيث إن أنا أفهمه بس. آآ بعد كده بقى خلاص برضه فهمته وعرفت الfunction الموجودة فيه، عرفت هو بيقدّم إيه أصلًا، إيه الservice اللي بيقدّمها. خلاص بقى دلوقتي بقى باعمل إيه account تاني، يكون معايا أكاونتين، وأبدأ بقى، أبدأ مثلًا أtest على الlogic bugs، أtest على broken access control، أtest على أي ثغرة يعني تيجي قدّامي أو في دماغي، باتست عليها، على أساس اللي قدّامي باتست عليه، إنّما مثلًا مش بامسك ثغرة أقعد ألِف بيها لأ. آآ على فكرة برضه دي نقطة مهمة يا محمد، كويس أنت قُلتها، اللي هو أنت ما بتمسكش ثغرة تلِف بيها، دي بقى إيه، يعني عاوز أقول للناس اللي بتبدأ يا جماعة ما تروحوش تتعلموا ثغرة أو 2 والّا 3 وتروحوا تلِف بيهم على الprogram، ممكن تعملها، بس هو أنت هييجي عليك وقت هتتسحل فيهم ومش هتتعلم حاجة جديدة، فلمّا ما تلاقيهمش هتروح ترجع تاني تضطر تتعلم. طب ليه ما تتعلم الOWASP top 10 الأول، ما باقولكش تبقى جامد فيهم كلّهم، بس على الأقل اتعلمهم تبقى عارفهم، لو وقعت قدّامك function فيها الثغرة دي تعرف تتستها. فعلًا يعني أكتر حاجة بيقع فيها المبتدئين اللي هو إيه، يتعلّم ثغرة ويدخل بقى المواقع الحقيقية، اللي هو أروح أكيد أنا هالاقي الثغرة ديّة، لأ ما فيش الكلام ده، هو أنت ممكن يا عم ممكن تصدف مع 1، 2 بس في الغالب لأ هتحبطك، هي بالعكس اللي أنت هتدخل بثغرة واحدة هييجي لك إحباط بسرعة كمان. أنت إزاي اتعلمت في ثغرة وحليت عليها لابات ولقيت اللابات سهلة، تروح تجرب عليها في الواقع تلاقي أنت مش عارف تلاقي أي حاجة منها، ولا تعرف تطلع ولا بَجّة واحدة. ليه؟ عشان أنت عمّال تجرّب ثغرة واحدة. طب اتعلم كمان ثغرتين، 3، 4 وادخل بيهم، بحيث يعني ما فيش مكان يفوتك أو ما فيش حاجة قدّامك وأنت ما كنتش شايفها مثلًا تفوتك، ممكن يكون فيها البَجّة ديّة، بس أنت خلاص أنت مش متعلمها فمش هتعرف تستغلها. هو الأحسن إن أنت تتعلم كذا ثغرة وبعد كده تبدأ، عشان ما يجيلكش إحباط من بدايتها كده، يعني تقول بسم الله ييجي لك إحباط. لأ، بس. تمام كمّل بقى الmethodology بتاعتك. إحنا مثلًا خلاص بقى أنا ما لقيتش حاجة مثلًا في الlogic bug أو broken access أو أي حاجة، يعني باشوف بقى مثلًا أعمل fuzzing، أشوف أي leak data متسربة. ساعات باقوم مثلًا يعني زي ما قُلت لك كان في bug قبل كده جبتها عن طريق GitHub. كنت يعني مثلًا بعد ما أنهي الlogic أو الmanual test، باقوم جاي آخد الdomain بتاع اللي أنا تيست عليه ده، أقوم رايح على GitHub، كاتب الdomain وpassword مثلًا أو أي كلمات حساسة، user name، إيميل، الحاجات ديّة، private key، token access token الحاجات ديّة يعني. ففي مرّة صدفت معايا، آآ كنت كتبت الdomain اللي أنا باتست عليه زائد password، تمام. فجِه قدّامي repo كان موجود فيه آآ private key، تمام، وuser name وpassword بالport بتاعتهم كانت باين database، كان port مفتوح لdatabase لMySQL باين وال بال وكان موجود معاه كمان private key كان معاه في نفس الملف. فأنا قدّمتها واتقبلت، يعني لأ كانت اتقفلت قبلها info بسبب الtrigger، بس team الشركة دخل قبلها قال لي ده تبعنا اللي هو صاحب الrepo ده تبعنا، وهو متسربة منه هو يعني، وصلحوها يعني بعدها. طب يا ف محمد التسريب كان إمتى؟ يعني أنت لقيتها هو ده كان آه. عشان دي كانت مهمة. برضه فعلًا تركّز على حاجات زي كده، اللي هي لو مثلًا باشوف تسريبات كتيرة بقى لها سنين، بقى لها 10 سنين، بقى لها 5 سنين، بقى لها سنتين، 3 سنين، بُص ممكن تبُص على حاجة سَنة مثلًا، سَنة ممكن تقول ممكن أقدّمها. اللي أنا لقيتها كانت 5 شهور، 5 شهور، كانت آخر تعديل فيها 5 شهور. عشان كده قدّمتها، من غير ما أقدّمها حتى لمّا أنا رجعت كنت ساعتها باكلّم أشرف، رجعت له يعني ساعتها وقال لي شوف التاريخ بتاعها إمتى. فلمّا دخلت شُفت التاريخ بتاعي إمتى، لقيته 5 شهور، عشان كده إيه، أول ما لقيته إن هو قريب يعني لسه تاريخ مش قديم أوي، رُحت قدّمتها واتقبلت يعني الحمد لله. الحمد لله. طب أنت في الGitHub بتقول إن أنت خدت الdomain، طب أنت خدت الdomain حطيته في الGitHub سرِّشت إزاي على الorg والّا الإيه بالضبط؟ هو ممكن تtest كorg، بس أنا كنت تست ساعتها باحط كده الdomain عادي من غير حاجة، وبعده كده جنبه double quote الkey أو الkeyword اللي أنا عايز أبحث عنها. كان شارحها ساعتها كان أروى كان شارح الحاجة ديّة، كان بيكتب الdomain كده ويفتح double quote ويكتب مثلًا password، SSL packet، token، الحاجات اللي هي الحساسة ديّة. وكان في مواقع عاملة automation حاجة زي كده، اللي هي بس تحط الdomain بس وهو كاتب لك بقى
رصيت لك الkeyword الحساسة بحيث تضغط بس عليها وأوديك على LinkedIn أو قصدي على GitHub بال بالkeyword ديّة أعمل لك بحث عليه. طب ماشي، بس أنت دلوقتي عرفت الريبو إزاي إن هي تبع الشركة؟ ما أنت هنا بقى لازم تشوف مين مثلًا الراجل أو الشخص اللي هو نشر الريبو ده أو اللي عامله ده، ساعات بيكون كاتب أو بيكون كاتب إن هو شغال فين في الprofile بتاعه على GitHub، فكان ساعتها هو كان كاتب إن هو شغال في Mars، يعني قُلت كان اسم كاتب اللي الprogram. هو شغال في الشركة؟ بس هو كان في شركة هي اسمها مارس ساعتها، كان على HackerOne عادي، فبس كان كاتب إن هو يعني مش عارف كان كاتب اللي هو إيه باين framework كان شغال بيه، كان front end والّا back end مش فاكر والله، بس هو كان إيه، أهم حاجة حد شغال في الشركة والrepo ده تبعهم تمام، أنا حتى لمّا قدّمتها لمّا لقيته قفلها info بعدها بيوم بالضبط team الشركة دخل وفتح report تاني وقبلها قال له لأ ده تبعنا. هو أصلًا كان باين إن هو تبعهم، وقال لي حتى الباك الteam بتاع HackerOne لمّا جه بعت لي بيقول لي إزاي تقدر تستغل حاجة زي كده؟ آه فأنا بالضبط، ما treasure قال لك إيه؟ قال لك أنت هو إزاي الattacker هيستغل حاجة زي كده؟ أيوه بيقول لي إزاي تقدر تستغلها هل تقدر تستغلها؟ قال لي كده، هي حاجات حساسة بس قال لي أنت هتستغلها إزاي؟ الbrother كده أستغله إزاي؟ بس لأ هي لو أنا كنت دوّرت شوية بس أنا ما دوّرتش ساعتها الصراحة، كنت لسه برضه في البداية، وما دوّرتش برضه ما دوّرتش إزاي أقدر أستغل الbrother key ديّة أو أقدر أستخدم الpassword والuser name اللي كان بتوع الdatabase أستخدمهم إزاي، ما دوّرتش، بس هو رزق بقى إن إيه team الشركة دخل وفتحها تاني وقبلوا يعني. طب تمام، ما هي دي نقطة مهمة برضه، الناس اللي لمّا تلاقي حاجة زي كده لازم تجرّبها، اللي هو أنت تشوف هل تعرف تaccess بيها حاجة أو تaccess حاجة sensitive والّا critical، عشان لمّا ييجي الtreasure يسألك السؤال ده تقول له أهو أنا قدرت أعمل 1، 2، 3. فاهمني؟ إمم. فعلًا أيوه. حتى لمّا بتعلّي أنت كده أصلًا كده بتعلّي الimpact حتى، أنت لو دمجتها بالضبط من آه. غير ما بتعلّي الimpact. ممكن بدل ما يقبلها medium وأنت ما استغلّيتهاش، ممكن تقبلها critical لو أنت فعلًا. جِبت impact حلو. بالضبط أيوه. تمام. إزاي بتحافظ على الاستمرارية في الhunting؟ أنا حاسس السؤال ده مضاد ليك. وأنا أنا باقول لك أنا لسه خارج من بقى لي 3 شهور والّا شهرين في burn out يعني بارجع بالعافية. آآ بس أنا مش بافصل خالص برضه، يعني أنا قعدت شهرين كاملين ما باجي على اللاب مش طايق نفسي، يعني اللي هو مش عايز أكمّل، مش عايز أقعد على اللاب، مش نفسي أنا أقعد أصلًا أتست كده والّا حاجة وأفتح الباب أشوف الريكوستات لأ، بس واحدة، واحدة بارجع أقرا write up بارجع أشوف فيديوهات باقرا لمّا باشوف ناس لسه بيجيبوا bugs لأ في شغف بيرجع لي، فالحمد لله يعني رجعت تاني و يعني واحدة، واحدة بتقدر تبعد عن الburn out ده، تقدر تطلع منه، وهي بس إيه، حاول تحاوط نَفْسك بناس أو بتصاحب ناس اللي هو بيتستوا وبيجيبوا ثغرات بحيث إن أنت تحس إن في تنافسية، إن هو لأ تلاقي نَفْسك أنت ليه مبطّل، هم عمالين يجيبوا bug وأنت مبطّل ليه؟ فالتنافسية ديّة إن حد ينافس معاك ده أحسن حاجة تواجه بيها الburn out ده، بحيث أنت لأ، طب مش معنى هُم عمالين يهانتوا وهُم بيجيبوا فلوس، ليه أنا أقعد أبطّل كده؟ فهتبقى حلوة ليك يعني التنافسية ديّة، بُص هي بتبقى ساعات ممكن تجيب لك إحباط، بس في نفس الوقت أنت لأ، بتقوم بتشتغل، ما بتقعدش عاوز تجيب زيّهم، فاهمني؟ بالضبط، إن أنت يبقى ليك صحاب في المجال وناس بتhunt على طول وكده، دي مهمة جدًا. يعني أنا كنت اتكلمت مع Valnera في البودكاست اللي فات، إن هو أنا لمّا أكون متضايق وكده أقول له يالّا Valnera هنروح وسط البلد ناكل آيس كريم بقى وبتاع ونتمشى، إمم. كل واحد بقى معاه اللابتوب بتاعه ونوري لبعض إيه الثغرات اللي إحنا لقيناها، سبحان الله هو بيلاقي ثغرات وأنا بالاقي ثغرات مختلفة تمامًا. هو مثلًا يقول لي تكنيك، فاروح أنا واخده وأسيرش أكتر، فأتعلم تكنيك أزيد من اللي هو قاله لي، فاروح أقوله له وهكذا يعني. أيوه، أيوه. هي فعلًا التنافسية ديّة حتّة حلوة جدًا، بتدّيك أصلًا بتخلّيك تشتغل غصبٍ عنّك. وبالذات لو كان صاحبك كمان، يعني لو صاحبك ده فأنتم الاتنين عمالين تنافسوا بعض، وممكن تشتغلوا مع بعض عادي، بس التنافسية ديّة بتخلّيكم كل واحد يجيب أقصى ما عنده، فاهمني؟ تمام. هل بتhunt على CVEs؟ هل مهنت على CVEs؟ بُص، هو أنا لو أنا خلاص جِبت آخري في الموقع أو لو صادفني مثلًا version حاجة أو شُفت مثلًا أو لو CVEs دي لسه نازلة جديدة، ساعتها بقى بابدأ أhunt على CVE. يعني أنا لمّا أخلّص شغل الmanual test ده وخلاص ما لقيتش bug خالص، باشوف مثلًا بقى إيه الservice باشوف إيه الversion بتاع الservice ديّة بقى، هل ليها CVEs بابحث عنها.
طب لو في CVs لسه نازلة جديدة، باقوم واخدها، واقوم شايف الprogram اللي عندي، أقوم أشوف إيه الtechnologies اللي بيستخدمها الموقع ده، أشوف هل بيستخدم نفس التكنولوجيا المصابة بالCVs ده والّا لأ. بس مش باتست عليها كتير يعني، يعني لمّا بالاقي حاجة لسه نازلة باتست عليها، ولو لقيت مثلًا version زي مثلًا لقيت قبل كده موقع أو موقع بيستخدم جرافانا، كان مُصاب كان جرافانا لقيته مسرّب الportal أو مسرّب الإصدار بتاعه الversion بتاعه يعني، فلمّا بحثت بالversion بتاع جرافانا ده لقيته مُصاب بثغرة، سبحان الله الثغرة ديّة أو الCVS ديّة كنت لسه قارئ عنها من يومين، لقيت حد منزّل عنها على X يعني، ف فأول ما لقيت خدت الversion بتاعه واشوف هو مُصاب والّا لأ، لقيته تحت لقيته موجود في الversion المُصابة، فرُحت رُحت شُفتها على طول واستغليتها وبعتّها للprogram قبلوها يعني، دي كانت دي المواقف اللي باتست فيها يعني في الCVS فيها، إنّما مش باتارجت باقول بسم الله وأقوم داخل على الCVS لأ، على طول باقوم كل ما أول ما أخلّص شغل أو ما أخلّص معظم الشغل باقوم بقى بعد كده أشوف الCVS الموجودة. تمام. طب أنت إيه رأيك في الناس اللي بتبدأ في الbug bounty وكل شوية بتلاقيها تصيح على X إن هي مش عارفة تجيب ثغرات أو إن هي خدت duplicate فده الترياجر ده يعني بيعاملني وِحِش، ده مش عارف إيه، أنت إيه رأيك في الموضوع ده؟ هل الصياح ده على X وكده الكلام ده مفيد؟ والله بُص، هو في ناس عندها حق برضه يعني أنا باقول لك الموقف بتاعي يعني لا، لأ اللي أنا باتكلم في حكيته لك الأول، أنت الموقف اللي أنا أنت عارف اتكلمت أيوه. في الأول ده يعني ساعات الtrigger بيكون عنده حق الصراحة، يعني أنا ساعات باشوفه اللي هو واحد مقدّم له مثلًا bug اللي هو information يعني ما تتقبلش مثلًا في ناس كان واحد مقدّم قبل كده اللي هو reset password reuse مع إن الreset password reuse ده لو جيت تشوفها كان هو كاتب قبل كده يعني حد كان ناشر post وكان بيشتكي من الtrigger تمام، فواحد بيقول له في الكومنتات طب إيه الbug طيب؟ قال له إن لسه باخد reuse ف ساعتها كان GWT GWT ده كان هو قال له ساعتها إن هي إيه كان متاحة ل15 دقيقة، ربع ساعة يعني، بعد كده تexpire تمام، طب ما طب ما ده طبيعي ما خلاص مش هيقبلها، ما هو أنت هتعرف توصل لها إزاي في ربع ساعة أصلًا، فاهمني؟ حتى لو قُلت لي مثلًا إن هو بتreuse ما لا نهاية مثلًا أو تقعد يومين 3 أقول لك ماشي ممكن يقبلها في الوقت ده، إنما في وقت صغير زي ده ربع ساعة لأ، مش هتتقبل. في مرّة تانية والله يعني يعني واحد كان لسه مبتدئ برضه، كان بيشتكي من تريجر قفل له session hijacking طب باقول له إيه طيب عبارة عن إيه؟ باقول له كان بيقول كان مثلًا بيعمل action في الموقع، فكان بيغيّر الcookie بتاعته بالcookie بتاع الvictim أو الإيميل التاني، طب أنت هتجيب الcookie دي إزاي طيب؟ مش عارف. هو برضه باقول لك في الأول يعني هو ما يكونش لسه عنده وعي كامل بالحاجة ديّة، أو مش عارف إن هو ممكن يعني ما عرفش إن هو يوصل للحاجة دي إزاي، ما حطش السيناريوهات في دماغه لسه، بُص يا محمد، أنا فاهمني؟ حاسس إن الناس كده هُم بيسكيبوا حتّة البرمجة، إن هُم مش بيتعلموا برمجة الأول، بينطّوا على طول على الbug bounty. هو في ناس كده كتير بيدخلوا على الback bout على طول من غير برمجة، هي عادي ممكن حد يبدأ بيها بس هتوقع شوية حاجات، لأ هتوقّع حاجات كتير، يعني ما انصحش حد بقى يعمل حاجات كده. كده عادي ممكن يكمّل بس مش هتوقّفه أوي يعني. تمام. آمم، إيه رأيك في الAI؟ هل بتستخدمه في الbug bounty بيساعدك يعني أو أنت بتستخدمه بطريقةً ما؟ وأنا بُص مش باستخدم غير ChatGPT بس، اللي هو مثلًا بارجع له مثلًا في حاجة information exclusion مش متأكد إن هي ممكن تكون حساسة أوي، فبارجع له، هو بيقعد يعظّم في الحاجة أوي، بس أنا باعرف هو هل بيعظّم والّا بيعظّمش. آآ إيه تاني، لو أنا مثلًا في ساعات عايز automate حاجة آآ مرّة كنت عايز مثلًا أطلّع الend point كان في موقع كان أنا أصلًا كده، كده باستخدم كان عامل tool بيطلّع الend point بتاع من أي موقع أو من أي JavaScript file، فأنا كانت عندي فيها مشاكل فيها مش بتشتغل عندي، فأنا بس قُلت لChatGPT إن هو يعمل لي إن يطلّع لي الend point الموجودة في الملف الJavaScript، عمل لي ملف Python أول ما حرفيًا ما عدّلتش عليه حاجة، شغّلته وطلع لي الend point كلّها الموجودة في الموقع، فأنت ممكن يسهّل لك حاجات بس ما تسألوش في ثغرات، يعني اسأله في ثغرات لو أنت متأكد إن فيها حاجة، بس ثغرة أنت مثلًا أنت مش متأكد أو هي information disclosure أو أي حاجة أنت مش متأكد منها أوي، هو بيعظّم في الحاجة، بيعظّم فيها أوي، ده لو Google API هيعظّم لك إن هو ده حاجة جامدة لازم تروح تسلّمها دلوقتي،
فمش كل حاجة هناخدها منه نروح نسلّمها على طول. في واحد بيعاني هناك أهو بتاع كيرل ده، بيعاني من AI، من الناس اللي بيقدّموا الAI report ده، حرفيًا بيقفل أي حد قدّامه يقفل له NA، أنا عاوز فمش أقول أي حاجة لك نقدّمها. أنا باشوفه على طول على الactivity بتاعة HackerOne، باستغرب هو إزاي بياخدوا يعني إزاي بيستقبلوا الريبورتات دي، والّا الشخص اللي يعني اللي بيبعتها، هو إزاي جاله الجرأة دي إن هو يبعتها؟ ما هو عنده حق الصراحة، عنده حق يقفل كل ده NA. أيوه بس حاجات عبيطة جدًا. هو بيعاني برضه يعني كمية الروبوتات بتيجي له في اليوم، فده أنا أصلًا كل ما أفتح activity بتاع HackerOne ألاقيش ما فيش غيره. طب إحنا عايزين نشوف جديد طيب، ما عايزين نشوف ناس اللي نزلت ثغرات جديدة، ما بالاقيش، هو بس بتاع كارل ده قافل 10 النهارده NA يعني. واحد ده بقى ما عادش بيقفل NA، ده بقى دلوقتي بقى بيقفل spam باين، اللي هو بيدّيك فبيبان سالب، لأ أنا ما أعرفش الأسباب بيدّي كام، بس ممكن باين سالب 10 النظام ده، -10. باين أنا على ما الحمد أعتقد لله يعني. عمري في حياتي ما خدت spam. ما هو لو أخدت spam ده هتلاقيه بيدخل يرخّم إمم. على الteam، إنما الteam مش هيدّيك spam، هيدّيك NA عادي لو في ثغرة أو شاكك في ثغرة كده عادي يعني. ممكن يدّيك NA. أنا أخدت حوالي 3 في وسط ال300 report والّا حاجة. في بتفض يعني قبل كده، يعني أنا كنت باhunt على الموقع. كنت باhunt على موقع قبل كده، بس إيه، كان في function كان مثلًا بيعمل validate على الauthorization header، وفي function تانية كان بيعمل validation على الcookies، تمام. فأنا طبعًا كنت باتست على function اللي كانت بتتست على إيه، على الcookies، وكنت باشيل الvalidation header ده، ما كان بيبعت الrequest عادي ويدّيني return OK عادي. ففي الfunction التاني كان بيتست على اللي كان بيعمل validate على الauthorization header. أنا هنا بقى إيه اللي حصل، عادي طبيعي اللي أنا خلاص بقى في دماغي إن هو بيتست بس على الcookie. فأنا لمّا شِلت الcookie، أو قصدي لمّا غيّرت لمّا مش عارف كنت عملت إيه ساعتها، كنت شِلت الcookie باين أو حطيت غيّرت الID، بعت 200 OK عادي، كان CSRF معلش، كان CSRF. فكان أكيد مش هتعرف تستغل CSRF بالauthorization وفي authorization header عشان مش هيتبعت مع الrequest. أنا عاوز أقول لك ده سؤال interview بيقول لك أنا هاحكي لك موقف. حد team lead كان هيسأل حد بيقول له: "أنت لو عندك CSRF"، لأ ما قالوش عندك CSRF، قال له: "لو عندك request في كذا مثلًا، أنت إزاي تعرف تجيب CSRF هنا؟" قال له: "ما فيش حاجة، يعني هو ما فيش ولا CSRF token ولا أي حاجة، بس في authorization header، إزاي تجيب الCSRF؟" تخيل رد الشخص كان إيه؟ قال له: "أنا هاحط authorization في ال POC اللي هيروح اللي هاexploit بيه." قال له: إمم. "إزاي؟" والله جدع. ده خد خلاص rejection من الأول كده. ما فيهاش كلام rejection، ده هو هتحطه إزاي يا باشا في أنا الPOC. المهم بقى رُحت أقدّم الreport، اللي هو خلاص ده فينا بَجّة أهي، CSRF، فاروح أقدّم بقى الreport على طول. آآ فقدّمت الreport وكل حاجة، أرجع تاني كده باشوف كده لقيت الregistration header، قُلت أمّا أمسحه كده، بابعت لقيته مش لقيت بيدّيني 401 ده 403. قُمت unauthorized رايح على الreport تاني قافل NA أنا، يعني قبل ما هو يدّيني NA رُحت أنا قفلته NA. الحمد لله يعني أنا لحقت نفسي. ماشي. إزاي بتتعامل مع الburnout؟ يعني إزاي بتخرج منه؟ عشان الخروج منه أنا حاسس اللي هو صعب أصلًا، عقبال ما تعرف إن أنت وقعت في burnout أصلًا، ده بتاخد فترة، عقبال ما تطلع منه ما بتبقاش عارف تطلع إزاي، فاهمني؟ والله أنا لسه جوّه. أنا لسه بس هو أنا باتعامل معاه إزاي، بصراحة بافصل خالص، يعني باقول لك أنا جيت لمّا دخلت الburnout في البداية كده، ما كنتش باقعد، مش قادر أقعد على اللاب، مش عايز أفتح الباب كده وأتعامل، فكنت خلاص فصلت خالص، بابعد عن اللاب، ما بافتحوش أصلًا خالص، أو ممكن أفتح مثلًا أتفرج على فيلم كده، أفتح يوتيوب، إنما باكون بابعد عن المجال خالص يعني كده. آآ والله وقعدت باين شهرين، يعني حرفيًا مش عارف أرجع. بس لأ، بدأت بقى أرجع واحدة، واحدة، إن أنا أقرأ روايات تاني، أشوف فيديوهات تاني. الناس على X بينشروا حاجات يخلّي عندي دافع إن أنا أرجع، والحمد لله رجعت تاني يعني الحمد لله. بس أنت إيه، حاول تقرأ روايات up في الوقت الفاضي ده، يعني الوقت اللي أنت فيه عندك burnout حاول تقرأ روايات up بحيث أنت واحدة، واحدة ييجي لك شغف إن أنت ترجع تاني، ما فاهمني؟ تضيّعش الوقت ده، ما تقولش عندي. هو ممكن تقعد مثلًا أسبوع تريّح دماغك خالص كده، تفصل خالص كده من التعب أو الإرهاق. وطبعًا الburn out ده بييجي لك بعد فترة الإرهاق، اللي أنت قعدت فترة كبيرة تقوم من النوم، تقعد على اللاب، تنام. أنا كنت كده، وجالي burn out بقى من ساعتها.
بس إيه، بتفصل بقى بحيث إن أنت بس تريّح دماغك شوية كده، تخرج مع أصحابك، تعمل أي حاجة بعيدة عن اللاب، واحدة، واحدة بقى بترجع مثلًا بقى عن طريق القراية، عن طريق تشوف فيديوهات كده. تمام. آخر سؤال، إيه النصيحة اللي تقولها لشخص لسه هيبتدي المجال في 2026؟ بُص، هو أنا مش أنا اللي هادّي نصايح، بس بُص، آآ يا باشا لا، لمّا أنت ما تدّيش نصايح مين اللي هيدّي؟ يا عم لسه مبتدئ يا عم. بُص، آآ أنا أكتر حاجة بتفرق مع الواحد والله في البداية الاستمرارية. يعني أنت لو بطّلت حتى لأسبوع واحد وأنت لسه في البداية، الحاجات الأسبوع ده بيأثّر فيك جامد، أنت هترجع هتعيد تاني من الأول وتذاكر. ونصيحة برضه إن أنت تاخد أي حاجة تذاكرها خُدها note. أي حاجة، يعني أنا كنت برضه في البداية ما باخدش note، آجي مثلًا أحل بلابات بوتسوجر مثلًا على الXS، أقوم رايح حالل لابات XS والاقي الدنيا سهلة. طب مثلًا عايز أراجع أو مثلًا جيت فصلت الأسبوع ده مثلًا وقُلت هارجع تاني أذاكر، فالاقي نفسي ناسي الأفكار بتاع الExcel الموجودة هنا. طب عايز مثلًا آجي أهنت على مواقع، ففي سيناريو وأنا فاكر السيناريو ده قابلني مثلًا في بورتوسوجر قبل كده، بس مش فاكره. فأنا كده هاروح أرجع تاني أحل بورتوسوجر تاني، اللاب تاني، فده كله أنت مضيعة للوقت. فاكر أنت فاكر اللي أنت حلّيته، بس مش قادر تجمّع السيناريو عشان تطبّقه. مش فعلًا مش قادر أرجع له تاني، أو مش قادر باحاول أفتكر البتاع بس أنا مش قادر أرجع له تاني. عاوز أقول لك فاهمني؟ نقطة في الحتّة دي، أنا كنت دخلت interview من قريب يعني، وم أيوه، كمّل. فكان حد سألني سؤال بيقول لي إزاي تbypass الSIM site تقريبًا أو حاجة زي كده. الSIM site أو حاجة زي كده. المهم يعني كان الإجابة اللي هو إيه، عن طريق كان في الإجابة اللي هي refresh token وال وفي حاجة تانية. فالمهم أنا كنت فاكر إن أنا كنت حلّيته مع بورتوسوجر، والmethod override. كنت فاكر أنا حلّيته مع بورتوسوجر، بس أنا مش قادر أقول له الإجابة. قُلت له: "أنا على فكرة أنا حلّيت السيناريوهات دي كلّها في بورتوسوجر، بس أنا مش فاكر دلوقتي." فاهمني؟ ما باقول لك النوت دي بقى هي أنت بترجع لها، مش لسه هترجع تاني تشوف اللاب بيتكلم عن إيه وتحله تاني لأ. أنت خلاص أنت عرفت إن الفكرة هنا، فبتلخصه في نوت بحيث أنت حتى لو قابلك سيناريو في الواقع بتجربه وهكذا. إمم. بس. يعني أنت النصيحة إن هو يستمر، ما ييأسش. دي أكبر حاجة والله بتفرق مع الواحد الاستمرارية، ما تفصلش خالص عن المجال اللي أنت لسه في البداية. ما فيش حاجة اسمها عندك، ما فيش حاجة اسمها أصلًا burn out. أنت لأ، ما تبصلوش. أنت لسه هتتعب إزاي أصلًا، أنت لسه في الأول يعني بتقول بسم الله، يعني فصلت هترجع تعيد. فاهمني؟ والفكرة ف إن أنا باشوف الناس الجديدة بتتحجج، أنا عندي burnout. طب يا باشا هو أي حاجة تحصل يبقى burnout؟ أنت في إيه؟ هو فعلًا ما باقول لك الواحد بييجي يفصل كده خالص، بس هي برضه التكملة بس، أنت تكمّل بس، ده هي المفتاح بتاعك، اللي تفرق عن واحد عن التاني. هو هل هيقدر يكمّل رغم الإحباط اللي بييجي له ده والّا لأ؟ على فكرة برضه أنت والله قُلت نقطة مهمة جدًا. أنا في ناس كانت بادئة معايا والمفروض يعني إن هي توصل لمستوى كويس، عاوز أقول لك سابت المجال حرفيًا. ما طب إيه الفرق ما بينه؟ فرق ما إمم، بينه هو وما بيني، هي صفات مش technical. إمم، هي صفات اللي أنا إيه، أنا حاطط target. أنا ما عنديش أصلًا option اللي أنا أفشل. يعني إياد هكارية في البودكاست اللي هينزل إن شاء الله كان بيقول لي كده. إياد كان بيقول لي إيه، أنا أصلًا ما كنتش حاطط option اللي أنا أفشل أصلًا. فاللي هو لأ، إمم، أنا يعني لازم ألاقي طريقة اللي أنا أنجح بيها. ما دي لازم بقى تكون الmindset بتاعتك، اللي أنت تبُص للناس الأشخاص اللي وصلت تعرف تجيب سعرات، هم مش أحسن منك في حاجة. أنا مثلًا حركة باعملها، يعني كان في واحد مصري اسمه حازم، هو عايش في تركيا أعتقد. أنا كنت فاكره تركي في الأول، بس بعد كده إيه، عرفت إن هو مصري. ما شاء الله على طول بيروح إيفنتات HackerOne. و لو تعرف جايش اللي هو عمل $1,000,000 من الBug Bounty. ده آآ مصري؟ لا، لأ، جايش ده ما أعرفش جنسيته إيه الصراحة، بس هو بيhunt على طول مع حازم. فعاوز أقول لك بقى عملت إيه، رُحت على X قُلت أنا عاوز أشوف حازم ده بدأ إزاي أصلًا. فلقيت حازم بدأ بVDB، وواحدة واحدة بقى يتطور، 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 لغاية ما وصل لمستوى قُلت إيه ده، إيه ده! ده أنا أصلًا بدايتي كانت أحسن منه شوية. فاللي هو لأ، أنا لو كمّلت أنا ممكن أوصل زيه. فعلًا والله السامورية دي يعني هي المفتاح لكل حاجة حرفيًا. تمام. كانت حلقة جميلة جدًا بالنسبة لي يا محمد، واتبسطت جدًا اللي أنا اتكلمت معاك يعني، وإن شاء الله يعني يبقى لينا حلقات تانية ونقدر نفيد الناس وكده.
حبيبي يا باشمهندس، إن شاء الله تبقى حاجة مفيدة للناس وتفيد أي حد مبتدئ لسه في المجال، وإن شاء الله يعني تبقى حاجة مفيدة يعني للكل بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. مع السلامة. مع السلامة.